تعالوا بقى نشوف تشكيلة النادي الأهلي المتوقعة النهارده. هنبدأ طبعا بحراسة المرمى، مفيش غيره الكابتن محمد الشناوي، هو اللي بيثبت نفسه وهو الحارس رقم واحد النادي الأهلي. بعد كده الباك ليفت موجود معانا محمد شكري، وطبعا ده مركز محمد شكري الأساسي، لكن طروب منتظر منه إنه يثبت نفسه عشان يستمر مع النادي الأهلي. وفي الباك يمين محمد هاني نجم النادي الأهلي اللاعب العالمي محمد هاني. ثنائي الدفاع هيكون ياسين مرعي وياسر إبراهيم. ياسين مرعي مدافع صاعد ومدافع قوي جدا جدا ومهم جدا في النادي الاهلي، وياسر ابراهيم راجل في الملعب وبيلعب بكل رجوله وبكل جديه. وبعد كده نص الملعب هيلعب مروان عطيه ومحمد علي بن رمضان. مروان عطيه لاعب عالمي، لاعب جميل جدا جدا، لمساته في الكوره لمسات عالميه. والتونسي محمد علي بن رمضان لاعب عالمي، لاعب اثبت نفسه في النادي الاهلي من اول مباراه لعبها مع النادي الاهلي، لاعب جميل جدا جدا ويعرف يتحرك بالكوره. وفيه تناغم كبير جدا جدا بينه وبين مروان عطيه وكمان مع زيزو. وبعد كده في الهجوم هيلعب عندنا في الجهه اليمنى في الخط الهجومي بزيزو، وفي الجهه اليسرى طبعا المايسترو اشرف بن شرقي اللاعب العالمي، اللاعب الموهوب اشرف بن شرقي، لمسات عالميه وتمريرات حاسمه بيعملها اشرف بن شرقي. وهيلعب بتريزيجيه تحت المهاجم على طول، هيكون تحت جراديشار. تريزيجيه لاعب سريع ولاعب مهم جدا ولاعب قوي وبيلعب بكل جديه مع الاهلي. وفي الهجوم طبعا مفيش غيره جراديشار، لان محمد شريف مصاب، فجراديشار هو اللي هيكون الهجوم للنادي الاهلي. انتوا رايكم في التشكيله دي؟ اكتبوا لي توقعاتكم لهذه المباراه.